مرحبا، يسعد اوقاتكم جميعا. اليوم حقدم لكم شيش برك، أكلة باردة بهالشوبات كتير طيبة. فيكي تاكليها باردة وفيكي تاكليها سخنة، وحلاوتها انه طريقتها سهلة وموجودة مكوناتها بكل بيت، ما بدها شي. هلا للحشوة اول شي انا حطيت معلقة سمنة، وحطيت بصلتين مفرومين ناعمين، وحط لهم ملح وفلفل للبصلة، وتركها هيك لحتى تتبل شوي. هلا دبلت معي البصلة، بدي اضيف عليها وقيتين لحمة، يعني تقريبا 400 جرام. طبعا انتي فيك تزودي فيك تقللي اللي بدك اياه بتحطيه. وكمان هحط للحمه ملح وفلفل، حاتركها لحتى تستوي مع بعض. بس لحتى تستوي بدي اتركها لحتى تبرد، لانه اذا بدك تحطيها سخنه اكيد بتنتزع العجينه. وكمان لازم تكون مصفايه من الدهن تبعها، لانه كمان هاي السوائل هي بتخلي العجينه تفرط وما تزبط ابدا معك، لا تتسكر ولا اي شيء. وهي المقادير مكتوبه. هلا هون استوت اللحمة مع البصلة، حاتركها لحتى تبرد. بهالأثناء بدي أحضر العجينة. العجينة كتير سهلة، هي عبارة عن كاستين ونص طحين بالأكواب المعيارية، حطيت لهم رشة ملح، بحركهم هيك مع بعضهم. وهلا بدي احط مي. هلا اضافه المي على بتختلف على حسب نوع الطحين. انت باول شي ضيفي شوي شوي لحتى تكون معك عجينه طريه وظريفه. تقريبا اخذت معي كوب وربع. هلا هون دهنت شوي العجينه بشويه زيت، وحاتركها ترتاح. فيك انت تشتغلي فيها رأسا، وفيك تتركيها شوي لحتى ترتاح، يعني بتفاعلوا الجلوتين اكثر مع بعض. تركتها تقريبا شي نص ساعه. هلا هون فردتها، بدي اياها تكون رقيقه، وحقطعها باي شيء عندك اياه دائري. كمان انت حجم القطعه مثل ما بدك، بس هي كل ما كانت صغيره يعني كانت لانه بدها تنفش باللبن، فاذا كبرتيها بتصير كتير كبيره ما بتعود ظريفه. شايفين قطعه قديش رقيقه؟ هلا حاحشيها باللحمه مع البصله. شوفوا شلون بدي سكرها. سكر الاطراف منيح مع بعض، تاكد انها مسكره منيح منيح. وبدي لم الطرفين بالزوايا على بعضهم بحيث تصير مثل كأنها قبعه. هلا هو في قالب لتشكيل الشيش برك، بس انا صراحه ما حبيته، صار كتير يلزق وتطلع الحبات، يعني كتير صعبه انك تطلعي الحبات منه. فانا لقيت هاي الطريقه اسهل واطيب. بس فيك تستغني عنه وتستخدمي هداك القالب خصوصي للشيش برك. هي حارجع اعيد لكم الحبه مشان تكون واضحه تماما. في ناس بتحط بقلب الحشوه كمان كزبره وثوم، هي بترجع للرغبه اللي انت بتحبيها. شايفين شلون عم سكرها؟ بدي اتاكد منيح انها تسكر مشان ما تفتح معي باللبن. وسكر الطرفين على بعضهم الزوايا، صارت معي قبعه. هحطهم على الصينيه يكون فيها منيح طحين لانه بيلزقوا، واتركهم لبين ما اشوي اللبنات، وغطيهم طبعا. طلعوا معي تقريبا 100 حبه. هلا بس لبين ما اشوي اللبن انا حاتركهم. للبن عندي كيلو ونص لبن. لكل كيلو ونص طبعا حطيت ملح. لكل كيلو ونص، لكل كيلو انا بحط معلقه نشا على البارد. كل شي بحطه على البارد بعدين بسخنه. هلا هون حطيت عندي كيلو ونص لبن، معناتها بدي معناتها بدي معلقه ونص كبار من النشا. ذوبتهم بشويه مي. فيك تستخدمي الخلاط، بس انا ما استخدمت الخلاط، ما احتجت. فيك تحطيهم كلهم بالخلاط او تستخدمي الهاند بلندر. خلطتهم منيح. هلا حاستخدم، هحط بقى بيضة واخفقها. هذا كله على البارد، لسه ما شغلت النار. هلا حشغل النار وبدي تضل ايدي بالتحريك، ما بصير اتركهم لانه بلزق وبيفرط وبيتحروق. بدك تضلي عم تحركيهم، واذا احتاجوا شوية مي حطيهم. سماكة اللبن انت بتتحكمي فيها مثل ما بدك اياه يكون شوي مريء، بدك اياه يكون سميك، انت بتحبي. هلا انا هون غلى معي اللبن، شايفين؟ وبدون يعني ما فرط معي ولا اي شيء، بدون خلاط.
هلا حضيف حبات الششبرك، بدي ما خلي فيها طحين مشان ما يسمك اللبن هيك ويكبتل على بعضه الطحين. وبحط كل وحده بقرنة، يعني ما بجمعهم كلياتهم فرد قرنة، لازم كتير انتبه. وكل دفعة بحرك الطنجرة بالمعلقة، ما بدي اياهم يلزقوا كمان تحت، كتير لازم تنتبهي. شايفين شو انا بحطهم بشكل متباعد عن بعضهم، ما بحطهم فرد قرنة لانه بيلزقوا على بعضهم بجمعوا مع بعض. وعم شيل الطحين عن كل وحدة. شايفين هلا هاي في عليها طحين لازم شيلهم. هي ما عليها طحين بحطها. هلا عم حركهم شوي شوي من تحت لفوق، يعني كل وجبة بحرك وبرجع بحط الوجبة الثانية كلياتهم مع بعض، بس لازم حرك كل شوي مشان ما يلزق العجين بسفل الطنجرة. شايفين الحمد لله ما فرط معي اللبن ولا شيء. اذا فرط معكم اللبن شو بتعملوا؟ بتشيلوا الحبات ششبرك او اي شيء عندكم اياه عم تعملوه باللبن، شيلوا كل شيء ورجعوا اللبن حطوا له معلقه نشا وخلطوه بالهاند بلندر، بيرجع ما في شيء. ورجعوا غلوه على النار، ما بيرجع ما في شيء. هلا هون بهالمقلايه الكيوت رح اعمل شويه توم، تقريبا شي راس شي سنين ثلاثه توم وجلسه كزبره مشان نحطهم على الوش. هلا كيف بتعرفي انه الشجبرك استوى؟ لازم حبات الشجبرك ترتفع لفوق، فهون وقتها معناتها انه الشجبرك استوى، يعني ما بتضل الحبة بالقاع، بدها ترتفعوا لفوق، معناتها انه استووا. هلا في ناس بتشويهم، انا ما بحب، انا بحب اسلقهم بمرق يتشربوا اللبن. شايفين شلون ارتفعوا الحبات لفوق؟ عم حرك شوي شوي، كل فترة بحرك كل فترة بحرك، بتركهم لحتى يستووا تماما. ما بدي شي يكون علقان بسفل الطنجرة. مثل ما عم بكون اذا فرط معكم لبن باي طبخه، شيلوا بس اللي موجود بقلب الطبخه ورجعوا اللبن حطوه بالخلاط مع معلقه نشا وخلطوه ورجعوا غلوه بيرجع تمام. هلا هون عم بتاكد من الاستواء. شايفين؟ لا لسه بدها استواء، لانه وقت انت عم تقسميه قاسيه لازم ما تكون هيك قاسيه. تركتهم شوي بس طعمتهم بتجنن، تركتهم تقريبا هيك شي دقيقتين ثلاثه. هلا عم دوقها بقولكم الطعم كتير طيبه، وعن جد الطعم كتير طيبه، جربوها. هلا تركتها شي دقيقتين ثلاثه لحتى تاكدت انه استوت وخلص، وزينتها بالكزبره والثوم. بتتاكل بارده بتتاكل سخنه مثل ما انتم بتحبوها، وعن جد بتبرد القلب اذا اكلتوها بارده مع اللبن البارد، كتير طيبه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، بتمنى لا تنسوا تفضلوا على قناتي وتشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. شكرا لكل متابعيني الجداد انضموا للقناه، شكرا للكل، سلام.